بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وجاهد جهادهم واتبع طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، ويلهمنا رشدنا، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وبارك الله عليكم هذا الشهر الفضيل، وعلينا وعلى أمة الإسلام في كل مكان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فيه بالعتق من النار، وعلى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ونسائنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول وبالله التوفيق. نحن لا بد وأن نعي قضية الفطرة النقية الصافية صفاء ماء السحاب التي خلق الله الناس عليها، كما قال ربنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الدين القيم، هو دين الفطرة، التوحيد، الفطرة النقية التي كان عليها إبراهيم الخليل، وكان عليها آدم من قبل. أول من خلقه الله تبارك وتعالى هو أبو البشر، أبونا آدم، كان على التوحيد، على الفطرة النقية، على القيم والمثل العليا من النظافة والطهارة والقيم والآداب المباركة. كان عليها آدم لأنه علم أولاده هذه القيم، علم أولاده التوحيد، آدم عليه من الله السلام. وبقي التوحيد في الأرض ل10 قرون بعد آدم، بكلام ابن عباس كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون. بين آدم عليه السلام ونوح أول الرسل إلى أهل الأرض، أول رسل الله نوح، ما قبله دول كلهم أنبياء، بما فيهم آدم وشيث كل هؤلاء أنبياء. بداية الرسل اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا نوح، أول رسل الله إلى الأرض. فهنا بين آدم ونوح، يقول ابن عباس، 10 قرون كلهم على شريعة الحق، على الإسلام. إذن التوحيد هو الأصل، ليس كما يقول المجرمون إن الشرك هو هو الأصل. لا، التوحيد هو الأصل في بني آدم، طرأ الشرك على التوحيد، يبقى الشرك طارئ وليس أصلا، صح ولا لا؟ ولذلك بدأ الشرك في، كما يقول ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما، في قول الله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ال5 دول، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هؤلاء كانوا كانت أسماء أناس صالحين، ناس صالحين من قوم نوح. ناس صالحون من قوم من نوح، كان هؤلاء ناس صالحون. فالناس بدأوا يقولون عظموهم، انصبوا لهم أنصابا، وبدأوا يجعلون لهم مثل التصاوير، وبعد ذلك التماثيل لما هلكوا، لما ماتوا. ثم عبدوا من دون الله مع الزمن، عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، فأصبح الشرك هنا. ولذلك كان الله عز وجل يبعث الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، حتى يعيدوا الناس إلى الأصل اللي هو التوحيد. ولذلك قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. والآية الثانية: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. صح ولا لا؟ يبقى كانوا على التوحيد، وبدأ الاختلاف اللي هو الطارئ عليه وهو الشرك، ووقعوا في الشرك، فأصبح الله عز وجل يرسل الأنبياء والمرسلين ليعيدوا الناس إلى إلى التوحيد الصافي، إلى الفطرة النقية. يبقى كلما تلوثت الفطرة أعادها الله عز وجل بالأنبياء والمرسلين. طيب، الآن إذا تلوثت الفطرة بعد آخر نبي وآخر رسول،
من يعيدها؟ ما هي هذه النقطة بقى. يعني النبي خاتم النبيين وخاتم المرسلين، فهو إذا كان خاتم النبيين فهو من باب أولى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فإذا كان خاتم النبيين وخاتم المرسلين كذلك من باب أولى عليه الصلاة والسلام، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كما نعرف من هذه القاعدة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلوثت الفطرة كما تلوثت الآن عند الغرب، ويريدون أن يلوثوا فطرتنا النقية الآن بقضية المثلية وقضية الشذوذ هذا والقضايا الفجور وما إلى ذلك، هذه كلها إذا تلوثت الفطرة هم يريدون الآن أن يلوثوا الدنيا كلها، صح ولا لا؟ ما هو الملوث يريد أن يلوث مين؟ الآخر، صح ولا لا؟ فهم يريدون أن يفرضوا علينا هذا التلوث. من يعيد هذه الفطرة إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن علينا أن نعي هذه القضية وأهميتها، أن هذه الفطرة النقية تحتم علينا أن نتمسك بها وأن ندعو الناس إليها، أن نتمسك بها نحن وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا تربية مباركة، صح ولا لا؟ وأن ندعو الناس إليها وأن نتمسك بهذا الأمر ضد هذه الريح العاصف التي تأتينا من الخارج الآن، صح ولا لا؟ فهذه القضية مهمة، إلى أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم حتى عن موضوع الحنيفية قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ووصف الله إبراهيم بالحنيفية في أكثر من آية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا يعني مستقيما على الفطرة، وحنيفا يعني أيضا هي لها معنيان: الاستقامة على الفطرة، والمعنى الآخر الحنف هو الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الضلال إلى الهدى، والميل عن الحنف أصلا هو عزكم الله الحنف ميل إحدى القدمين إلى الأخرى. الحنف يقول في حنف في الرجل، لذلك أم الأحنف كانت تقول رحمها الله عن ولدها الأحنف، تقول لولا حنف في رجله ما كان في الفتيان أو في فتيانكم من مثله. لولا حنف في رجل ابن في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، هو أحسن الفتيان. فالحنف هذا أن تميل، فهو الميل من الشرك إلى التوحيد. فكان إبراهيم هكذا عليه من الله السلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة لحديث قال: بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. الحنيفية الاستقامة على الفطرة، الاستقامة على توحيد الله عز وجل. بعثت بالحنيفية السمحة. وفي حديث أيضا صلى الله عليه وسلم الصحيح لما قيل له: يا رسول الله، من حديث أنس: يا رسول الله ما أحب الأديان إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها الفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها دون تلوث. هي تتلوث بقى بعوامل كثيرة. ممكن تتلوث بالبيئة لو البيئة ملوثة، صح ولا لا؟ ممكن تتلوث بالأبوين لو أن الأبوين غير مسلمين، صح ولا لا؟ وهذا حديث أبي هريرة كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة النقية، التوحيد، الإسلام العظيم والاستسلام والخضوع والإذعان لله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هم ذو الأبوين بقى يهودانه أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو هو الفطرة. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، بالضبط كما تنتج البهيمة بهيمة كاملة الخلقة جمعاء. هل تجدون فيها من جدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تجدون فيها من رجل ناقصة أو من قدم أو من يد ناقصة أو إلى آخره؟ فالفطرة هكذا، فطرة نقية نقاء ماء السحاب. ولذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا كما يدعي اليهود أنه منهم، ولا كما يدعي النصارى أنه منهم،
ولا كما يدعي المشركون أنهم على دين من؟ على دين إبراهيم. قال وما كان من المشركين، إنما كان حنيفا مسلما. ولذلك تجد مثلا يعني الأوامر الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اتبع ملة إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام. الاستقامة هذه على الفطرة وعلى يعني القيم النبيلة التي عليها يعني دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك تجد هذه الفطرة كافية وحدها بأن تدل صاحبها على الحق. يعني تجد كده. ولذلك تجد مثلا الناس هم الذين يدعون إلى الشذوذ الآن، تجد واحد مثلا زي رئيس روسيا ده يقول لك لا، لن نقبل بهذا، وهو ليس مسلم. فتجد منهم أصلا من يخالف ومن يحارب هذا الأمر. الله أعلم بالنوايا، بس هي يعني تجد هكذا. ليش؟ لأن الناس اللي على الفطرة حتى من الغرب أيضا على الفطرة النقية يأبون هذا التلوث للفطرة. صح ولا لا؟ لأن هي الفطرة دي موجودة في قلب كل إنسان، خلق الله الإنسان، عموم الإنسان عليها. فالفطرة وحدها كافية بأن تدل الناس على الهدى وعلى الاستقامة وعلى الحق. ولكن ربنا لم يتركنا للفطرة فقط، لا، ده عمل الفطرة 1 2 أعطانا كذلك العقل، لأن العقل أيضا المستقيم يدل الناس على على الخير. العقل نستعين بعقولنا، لأن العقل مناط التكليف. فالعقل دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة، صح ولا لا؟ نعمة، ولكن له حدود. إن تعدى حدوده ضل صاحبه هذا وأضل غيره. يبقى له حدود. نحن نجعل للعقل كما أن للسمع هذا حدودا، وكما أن للبصر حدودا، العين لا حدود، فلماذا لا يكون للعقل حدود أيضا؟ فهنا يبقى إذن الفطرة والعقل. وأيضا أعطانا قضية الاختيار، لم يتركنا لا للفطرة وحدها ولا للعقل وحده، مع أنه كل واحدة تعتبر كافية. ولكن شوف رحمات ربنا سبحانه وتعالى، القوة القادرة الواعية المتصرفة التي تستطيع بها أن تختار الحق من الباطل، وأن تميز الخير من الشر، وأن تميز الصواب من الخطأ، وأن تميز الهدى من الضلال، وأن تميز التوحيد من الشرك والكفر من الإيمان. صح ولا لا؟ هذه القوة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في غير موضع. قال وهديناه النجدين. هديناه في أصل الفطرة، النجدين، طريق الخير وطريق الشر، في استعدادات مزدوجة في كل إنسان لهذه ولتلك. إنما قال عليها أيضا الهداية وهديناه النجدين، وقال عنها أيضا فألهمها فجورها وتقوى. يبقى مرة ذكرها بالإلهام فألهمها الفجور والتقوى، استعدادات هنا واستعدادات هنا في أصل الإنسان. بس شوف قال بعدها بقى قد أفلح من يبقى مني ومنك، مني ومنك. قد أفلح من زكى نفسه ورقاها وعرج بها إلى ربها عن طريق هذه الفطرة المستقيمة وهذا الدين القيم. صح ولا لا؟ وقد خاب من دساها يعني أوردها موارد الهلاك والبوار والخسار والعياذ بالله، اللي هو يلوثها بقى، يلوث فطرته. إنما الأول نقية، نقاء ماء السحاب. ولذلك عبر عن هذه القوة التي أعطانا إياها بالهداية تارة وهديناه النجدين، أو كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بالهداية تارة وبالإلهام تارة أخرى. يبقى دي قوة موجودة فينا. يبقى عندنا كم حاجة الآن؟ احنا قلناهم الآن 3: الفطرة أول حاجة، والثانية العقل بحدوده، والثالثة الاختيار. قوة الاختيار هذه القدرة الواعية المتصرفة اللي عبر عنها كذا وكذا في القرآن. طيب بقي شيء، أيوه، ولم يتركنا للثلاثة، لا، ده أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب. ودي بقى ليه؟ عشان تتفق موازين الرسل والأنبياء مع مع أمور الفطرة النقية المستقيم. لأن الرسل ما جاءوا إلا القيم النبيلة. صح ولا لا؟ على رأسها التوحيد. صح ولا لا؟ ونبذ الشرك، ويعني كل الأشياء التي تؤدي إلى غضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. يبقى إذا نشوف كم حاجة الآن أعطانا الله إياه، رحمات، وهذه كلها. وذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يبقاش عند حد حجة، ده الرسل لوحدهم يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، صح ولا لا؟ معه موازين السماء التي نزن بها أمورنا كلها، ونعرف الفطرة النقية من الملوثة والعياذ بالله. ولذلك الآن الناس المسلمون هبوا هبة جميلة في قضية الفطرة، صح ولا لا؟ اللي صار هنا واللي اتعمل في الجمعية في الشعار الفطرة فطرتي، صح ولا لا؟ الهبة الجميلة هذه تنبئ عن نفس سوية، وعن فطرة سوية مستقيمة، صح ولا لا؟ تأبى تأبى التلوث، وتأبى الشذوذ، وتأبى الانحراف، وتأبى وتأبى وتأبى، ترفض هذه، نعم، وتنكرها إنكارا. فلذلك هذه الهبة من المسلمين يعني نعلم من خلالها ويتبين لنا من خلالها أن المسلمين بخير مهما كان الأمر. شوف تجد حتى واحد لا يصلي ممكن يعني، أو يصلي على سطر ويترك سطر كما يقولون، كما يكتب على سطر ومع ذلك يجي أمام الموضوع ده يقول لا الرجل رجل والمرأة مرأة، صح ولا لا؟ الأنثى أنثى والذكر ذكر، ما فيش حاجة اسمها لا تحويل لذكر وأنثى ولا أنثى لذكر، ده كلام فارغ. وهو تلاقيه مش ليس ملتزم، ولكن سبحان الله تنطق الفطرة السوية المستقيمة بما في نفسه، فتنطق على لسانه، تخرج من قلبه على لسانه. هذه نقاط مهمة جدا ينبغي أن نعيها، أن نربي أبناءنا على هذه الفطرة النقية. ولذلك تجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك عليه الصلاة والسلام، لما يقول في حديثه المبارك صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الإمام أحمد وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة لحديث النبي كما يعني حقق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول: إن الله أخذ العهد والميثاق بنعمان. نعمان اللي هي عرفات. أخذ العهد والميثاق علينا نحن، على كل جيل من أول آدم إلى قيام الساعة. أخذ الله العهد والميثاق على هذه الأمم كلها، على عباده جميعا، بنعمان أي بعرفة. العهد ده كان في عرفة. كيف ذلك؟ لا يدري ولا يعلم ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أخبرنا بذلك النبي، نؤمن بذلك يقينا. قال عليه الصلاة والسلام: فنثر الله ذرات بني آدم من صلب أبينا آدم. نثر الله ذرات، شوف أنا ذرة وانت ذرة وذرة، شوف كم ذرة بقى من آدم إلى قيام الساعة. نثر الله ذرات بني آدم من صلب أبينا من ظهر أبينا آدم. تمام كده؟ ثم يعني كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، أنت نسمة وأنا نسمة وهذا نسمة وهذه وضع لا. كل النسمات نثرها أمامه سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها إلا الله. نؤمن بذلك يقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ كلنا، كل العالمين قالوا بلى شهدنا. بلى شهدنا. أهدي العهد والميثاق اللي كان من ظهر أبينا آدم، كل الذرات. وكلمهم قبلا يعني مواجهة. النبي يقول كما في حديث ابن عباس: أي كلمهم الله قال: ألست بربكم؟ قالوا بل. الآية في الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صح ولا لا؟ الآيات. فهنا هذا العهد والميثاق في الفطرة موجود عند الجميع. فإذا أنت فتشت عن هذه الفطرة، أو جئت إلى إنسان مثلا يعني ليس مسلما ودعوته إلى الإسلام، يوافق الإسلام فطرته مباشرة. القيم النبيلة المباركة توافق الفطرة مباشرة. كان من بعض العلماء من يقول كلمة جميلة جدا، يقول: الفطرة لو أنها جسد، لو جسدت الفطرة شيء معنوي، لو جسدت في هيئة جسد كده، وكان هذا الجسد ذا طول وأبعاد، طويل وكذا وكذا وكذا، ثم فصل ثوب على قدها تماما، يعني على قدرها تماما، لكان الإسلام. فالإسلام هو الثوب المفصل على قد الفطرة، تلبسه كده يطلع للفطرة يطلع مظبوط 100%. لو كان الثوب المفصل على قد الفطرة هو لكان
الإسلام. وهذه قضية صحيحة 100%. هذا هو الإسلام الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء به الأنبياء والمرسلون جميعا. كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بالفطرة النقية. يعني اسرد كده إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال إيش؟ أسلمت لرب العالمين. إسلام النقي. ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب يعني يعقوب بنيه كذلك وصى بها. صح ولا لا؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب تعالى اللي بعدها، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كلهم كانوا على الإسلام. موسى يقول عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. صح ولا لا؟ إما لوط عليه من الله السلام، بيت لوط البيت المؤمن هو وبناته عليه السلام. يقول ربنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت الوحيد اللي كان بيت الإسلام النقي على الفطرة المستقيمة هو بيت مين؟ هو لوط وبناته عليهم من الله السلام. صح ولا لا؟ البيت الوحيد. إنما كلهم انتكست فطرته وارتكست فطرته. صح ولا لا؟ وغيروا يعني تلك الفطرة ولوثوها. البيت الوحيد فما وجدنا فيها غير بيت هو بيت لوط عليه من الله السلام، هو وبناته من المسلمين. أما امرأته فكانت كما قلنا. طيب تجد مثلا يعني رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. أسلمت اللي هي مين دي؟ بلقيس. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كان دين سليمان الإسلام، دين موسى الإسلام. صح ولا لا؟ كما يقول ربنا سبحانه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء على هذا الإسلام وعلى الفطرة النقية التي جاء بها إبراهيم وجاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. تجد الجميع يعني داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ويعقوب وأولاد يعقوب هؤلاء جميعا جاءوا بهذه الفطرة النقية التي ينبغي أن نستمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن ندعو الناس جميعا، بل أن ندعو أهل الأرض جميعا إليها. ونحن في في عزة مش في ضعف. للأسف الشديد بعض الناس يقول لك يعني ده الريح عاصف والموضوع كبير جدا والطيار جارف، هنقف أمام دول إزاي؟ كيف نقف لا نقف وقفة بطولة، وقفة رجولة أمام هؤلاء الذين يريدون أن يدنسوا فطرة الله عز وجل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوفوا يعني الآن يحاربون دين الله في الآفاق في كل مكان في أرض الله، ومع ذلك سبحان الله كل يوم مسلمون جدد في كل مكان. فرنسا واحد أرسل من أيام قبل رمضان يعني جاءت لي رسالة قال أنا الآن في مسجد في فرنسا ناحية كذا وكذا اسمها مش عارف قل والله آلاف في المسجد، مش عارف كانت أول ليلة في رمضان ولا آلاف في المسجد. بقول نساء يدخلنا كل عام هم يقولون 50,000 وأنا أقول أكثر من هذا العدد بكثير في الإسلام. نساء من فرنسا وغير كده في كل البلاد يريدون ليطفئوا نور الله هيطفئوا نور الشمس بالأفواه؟ مستحيل. صح ولا لا؟ والله متم نوره. والأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هي القضية كده. دين الله غالب ومنتصر سواء بنا أو بغيرنا، بس أهم شيء اللي احنا يكون لنا بصمة، يكون لنا أثر أنك قلت الحق ووقفت في يعني هذا طريق الباطل، ووقفت أمامه بجراءة وجرأة وشجاعة وقلت قولة الحق بفضل الله تبارك وتعالى، وعلمت الناس الفطرة النقية. أسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص والصدق، وأسأله سبحانه أن يتقبل منا يعني صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا،
وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر وخيرها وثوابها وأجرها الجزيل وثوابها الجميل، وأن لا يحرمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك فيكم جميعا وفي ذريتكم وفي أهليكم، وأن يجمعنا دائما يعني على هيئتنا المباركة هذه، وأيضا في الجنة خلف محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة النبي رضي الله عنهم، ومع الصالحين من بعدهم إلى يوم الدين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الله أعلم.